ده كده كشاف الرأس. هنبدأ نجرب كده الكشاف، نضغط على المفتاح اهو. كشاف قوي جدا يعني اهو، زي ما حضراتكم شايفين. ده كده مع الإضاءة كمان، انا كده منور إضاءة كتير للتصوير اهو. كشاف قوي. طيب هنفصل بقى وهقول لحضراتكم دلوقتي. لو اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات، واهلا بكل الاصدقاء اللي اشتركوا بالقناة. النهاردة ان شاء الله هنعمل كشاف رأس. كشاف الرأس ده هيبقى بالشحن ان شاء الله، مش ان انا اغير بطاريات بقى واغير حجارة، لا هقدر ان انا اشحنه، ومش هيتعدى او التكلفة بتاعته مش هتتعدى ال5 جنيه مصري. كل اللي انا هحتاجه ادي بطارية من عندي طبعا بتاع موبايل قديم، وكل اللي انا مشتريه ادي مفتاح بجنيه او ب2 جنيه، مفتاح اون واوف، وادي ليد برضو في حدود 2 جنيه او 3 جنيه. يعني كل الحكاية 4 جنيه او 5 جنيه بالكتير اللي هيكلفها في الكشاف ده. تمام. وجيت هنا في الليد وضعته في بوردة عشان يبقى محكوم معايا، وبيته في الكفر بتاع اللمبة. ده كفر لمبة جايبه من البيت برضو. وعندي دي جلدة بتاعة كشاف قديم مش محتاجها في حاجة. ولو انا مش عندي كشاف قديم اقدر اجيب اي حتة كاوتش من اللي هو كاوتش الدخل بتاع الموتوسيكلات او بتاع العجل، برضو هتبقى زي دي كده، بتمط معاك بالشكل ده كده وهتقضي معاك الغرض. تمام. ونقدر ان انت تخلي لونها اسود او تلونها برضو مفيش اي مشكلة. يبقى تكلفة الحكاية دي كام؟ حوالي 5 جنيه. هنبدأ دلوقتي بقى سريعا. كل اللي انا هعمله، انا زي ما قلت لكم بيت الليد بالشكل ده، ومعايا طرفين موجب وسالب، والبطارية موجب وسالب. كل اللي انا هعمله دلوقتي هوصل سالب البطارية بسالب الليد، وموجب البطارية هيروح على المفتاح، وموجب الليد هيروح على المفتاح. بس قبل ما اعمل الحكاية دي هطلع طرفين سلك من الموجب والسالب بتوع البطارية، عشان دول اللي هنشحن بيهم البطارية ان شاء الله. هنشوف مع بعض. طلعت طرفين اهوت يا اصدقاء من البطاريات، الاخضر الموجب من البطارية قصدي، الاخضر الموجب والاسود السالب. وصلت السالب البطارية بسالب الليد. كده فاضل معايا موجب البطارية وموجب الليد، دول هيتصلوا بالمفتاح بالشكل ده كده. هنوصلهم كده في المفتاح. وصلت كده يا اصدقاء اهو الموجب بتاع البطارية والموجب بتاع الليد، وصلتهم بطرفين المفتاح. كده لو ضغطنا على المفتاح المفروض ان هو ينور اهو، نور معايا اهو. طيب هنفصل دلوقتي. ودول طبعا طرفين البطارية الموجب والسالب. هنعمل ايه بقى دلوقتي يا اصدقاء؟ هنبدأ نبيت او نثبت الكفر بتاع اللمبة على البطارية بمسدس الشمع. هنبدأ كده يا اصدقاء بمسدس الشمع اهو، نبدأ نثبت الكشاف الرأس. وطبعا بعدت الطرف السالب من جنب والموجب من جنب عشان ما يبقاش فيه تلامس، والمفتاح هو اللي يقوم بوظيفته بس عند التشغيل والفصل. طيب بعد ما ثبت كده يا اصدقاء، وثبت المفتاح برضو بجانب الكشاف بالشكل ده كده، هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنجيب الجلدة دي، طبعا قايل لكم تجيبوها من كاوتش، انا طبعا جايبها من كشاف قديم. وهنبدأ نلصقها فين بقى يا اصدقاء؟ نلزقها هنا كده. طرف هيبقى هنا، والطرف التاني في المقابل في البطارية هنا وهنا. هنبدأ كده برضو بمسدس الشمع ونلزق الطرفين دول كده. ثبت جنب اهوت يا اصدقاء بمسدس الشمع. هنثبت بقى الطرف التاني زي ما قلت لحضراتكم للكشاف، هنثبته هنا كده بالشكل ده كده اهو، زي ما حضراتكم شايفين كده. ده هنثبت الطرف التاني برضو، هضع شوية شمع هنا كده اهو بالشكل ده كده. وهبدأ اضع الجلدة دي كده بتاع الكشاف اهو،
وبضع عليها كمان شوية من الامام او من فوق بالشكل ده كده. وطبعا الشمع ده جامد جدا جدا، فهيكلبش معايا او هيثبت معايا الجلدة دي جامد جدا يعني، فما تقلقوش مش هتفلت ولا حاجة. تمام كده. هستنى اما تنشف ونجرب الكشاف ونشوف هنشحنه ازاي مع بعض. كده نشفت معايا يا اصدقاء وبقت جامدة معايا خالص بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده اهو. ده كده كشاف الرأس. هنبدأ نجرب كده الكشاف، نضغط على المفتاح اهو. كشاف قوي جدا يعني اهو زي ما حضراتكم شايفين. ده كده مع الاضاءة كمان، انا كده منور اضاءة كتير للتصوير اهو. كشاف قوي. طيب هنفصل بقى وهقول لحضراتكم دلوقتي. لو حضرتك مش عايز الشكل ده ممكن الونه بلون، ممكن اضع برضو بلاستر يظبط معايا الشكل، بس انا بوري حضراتكم الطريقة بس. طبعا الجلدة دي طبعا انا قستها على قد دماغي، وطبعا قطعت منها. طبعا هتظبط برضو على قد دماغك، وهتيجي قاطع قبل ما تلزق. تمام كده. طيب فاضله معانا اخر حاجة بقى، ايه هي؟ انا هشحن ازاي؟ هقول لحضرتك دلوقتي هتشحن ازاي. دي كده ده شاحن ديسكتوب اهو. تمام. دي فيشة طبعا موصل فيها. تمام. وهجيب اتنين كروكودايل اهو، هوصلهم في اطراف الشاحن، وهبدأ اوصل كل طرف من اطراف البطارية اللي احنا طلعناها اهو. ادي طرف اهو، وادي الطرف التاني اهو. زي ما حضراتكم شايفين كده يا اصدقاء. اوصل كده اهو. ايه اللي بيحصل يا اصدقاء؟ البطارية بتشحن اهي. تمام. وطبعا انت مش هتسيب بقى الشكل ده كده. هنبدأ طيب اوري لحضراتكم. هنبدأ نقصر الاسلاك دي كده شوية اهو، عشان برضو ما يتضايقش في حاجة. ادي السلك ده، وادي السلك ده. قصرنا السلك دوت يا اصدقاء، والسلك ده هنبدأ نوصل تاني كده اهو. اوصل كده. انا وصلت. بتشحن يا اصدقاء كده البطارية بتشحن. يعني انا هوصل في السلكتين دول بس لما اجي اشحن الكشاف. وطبعا بطارية التليفون دي بتخلي الكشاف ينور معايا فترة طويلة. وده كده كشاف الرأس. هنفصل كده بقى الشحن وهنركن ده كده كشاف الرأس يا اصدقاء. ينفع معاك في الناس اللي هي بتصطاد او بتوع الصيد يعني. ينفع معاك في اي شغل من شغلنا ده، شغل الالكترونيات ده. بتبقى فيه طبعا مكونات يصعب القراءة بتاعتها. ده هينور لك ترانزستور زي ده كده يا اصدقاء اهو. وانا لابس الكشاف اهو، هيبدأ كده يظهر لي الرقم ويظهر لي كل حاجة قدامي. فطبعا ده برضو بيساعد في عملية الصيانة او لو عايز تقرأ حاجة. ده كده كشاف رأس. طبعا زي ما قلنا التكلفة لا تتعدى ال5 جنيه. بس كده يا اصدقاء، ارجو اكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو ياريت تدعمني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.